السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بيكم في فيديو جديد من راوتر زيكسل. ما زلنا في إعدادات راوتر زيكسل. شرحنا في الفترة اللي فاتت إزاي تنزل السوفت الأصلي للراوتر، وكمان عرفنا إزاي نجيب باسورد الراوتر بعد ما نزلنا السوفت الجديد، وعملنا مراجعة شاملة للراوتر بعد تنزيل السوفت، يعني مراجعة شاملة للسوفت الجديد. النهارده ان شاء الله هنتعلم سوا ازاي تعمل اعدادات الاوليه لراوتر زيكسل. ده طبعا شكل الراوتر، ده شكل الراوتر اللي احنا نزلنا له السوفت شغال جميع الشبكات. النهارده بقى ان شاء الله هنشرح ازاي تشغل الراوتر على جميع الشركات، او بمعنى اصح هنشرح الاعدادات الاوليه لتشغيل الراوتر على جميع الشبكات، سواء كان وي، اورنج، اتصالات، فودافون، اي شبكه انت عايزها ان شاء الله الراوتر هيشتغل عليها، هيشتغل على جميع الشبكات. خليكم معانا ومستر تك. في البدايه لو بتابعنا لاول مره، ما تنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناه، ما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. هنفتح بقى صفحه الراوتر ونبتدي الاعدادات الاوليه. طبعا ده اي بي الراوتر 192.168.1.1. هنا طبعا هنكتب سوبرفايزر، وهنا هنكتب الباسورد بتاعنا. ده الباسورد بتاعه كوبي. طبعا زي ما انتم شايفين هو باسورد صعب، عشان كده انا باخده كوبي ولوج ان. بنيجي هنا بقى في الاعدادات بنختار منها نتورك ستينكس. طيب في هنا برضو ويزارد. طيب تعالوا نجرب ويزارد انها هتبقى اسهل. ويزارد لازم تكون موصل كابل الانترنت، يعني تكون موصل الكابل الرصاصي في فتحة الدي اس ال. بعد كده ليتس جو. هنا طبعا بتختار البلد، طبعا كايرو، وبعد كده بتضغط نيكست. طبعا البلد بالتوقيت بتاعك ونيكست. اهو هنا بيقول لك لازم تكون متأكد ان هو متوصل بالانترنت، وبعد كده تضغط نيكست. كده بيقول لك في فعلا اتصال، يعني هو فعلا متصل بالانترنت. هنكمل على نيكست. اللي انا بشرحه لك ده اسهل اعدادات. هنا بقى طلب منك الواي فاي نيم والواي فاي باسورد. تمام. طيب الواي فاي نيم هتكتب اسم الواي فاي، وليكن مثلا مستر تك. طبعا انت بتكتب الاسم اللي انت عايزه. انا مثلا سميته هنا مستر تك، سميته زكسي، وادي هنا الباسورد. طبعا الباسورد لازم يكون ارقام وحروف وعلامات. فانا هنا مثلا لازم يكون برضو الحروف فيها كابيتال وسمول. فانا كده عملت الحرف كابيتال، وعملت علامات، وعملت حروف كابيتال. لسه كده الارقام ممكن مثلا نضغط على 1 كده. لو شفت تحت كده هتلاقيها بقت اخضر كده، كلمة السر دي قوية. وبعد كده done. طيب كده بالنسبة للإعدادات اللي احنا عملناها ديت، هو ما خدش مني غير اليوزر نيم والباسورد بتوع الواي فاي.
هل يا ترى كده هيشتغل؟ وكده بيبحث، طبعا مفيش حاجة اشتغلت. تمام. هندخل احنا بقى هنا كده على الاعدادات والنتورك، وبعد كده برود باند. طيب هو ما اشتغلش ليه يا جماعه؟ ما اشتغلش لان ناقص هنا حاجه مهمه جدا، وهي اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمه. طيب انا لو فتحت كده على جوجل مثلا مش هيفتح معايا. كده الانترنت لسه مش شغال. نرجع بقى للاعدادات. كده انا اعدادات، وبعد كده نتورك، برود باند. عندك هنا اي دي اس ال وفي دي اس ال على حسب خطك. انا خطي في دي اس ال. هنا هكتب اليوزر نيم والباسورد، طبعا دول بيبقوا فاضيين كده. طبعا ده بتجيبه من الشركه بتاعتك، سواء كنت شركه وي او اتصالات او اورنج او فودافون، على حسب الشركه بتاعتك هتجيب الباسورد. هنا لازم تكتب @tidata.net.eg. هنا بقى هكتب الباسورد. طبعا يا جماعه الاعدادات ديت مهمه جدا. الراوتر ده زي ما احنا عارفين هو اوتو كونفيجريشن، يعني هياخد اعداداته اوتوماتيك، بس في حاله ان هو وي. لكن هو حاليا زيكسل، طبعا مش هياخد اعدادات اوتوماتيك لان هو حاليا بسوفت زيكسل. ده السوفت الاصلي بتاع الراوتر، عشان كده لازم نعمل الاعدادات الاوليه ديت تكون مظبوطه جدا. هنا يا جماعه هو المفروض بيبقى كده، لا احنا لازم نخليه تريبل او اي. تمام. حتى لو ضغطت عليها كده، لو انا رجعتها تاني بتلاقي دي اختفت، فدي لازم تتعمل الاول. يبقى الاول التريبل بي او اي، بي او اي. مجرد انك هتضغط عليها هيظهر لك اليوزر نيم او الخانه اللي تكتب فيها اليوزر نيم والباسورد، تكتبهم زي ما هم كده بالظبط. هنا طبعا الدي ان اس ده لو انت عايز تغير الدي ان اس ممكن تسيبه على الاوتوماتيكلي، هيسحب هو الدي ان اس بتاع الراوتر او بتاع الشركه. طيب انا عايز اغيره لدي ان اس جوجل، هضغط هنا كده واكتب الدي ان اس زي ما انا عايز. تمام. انا هخليه دلوقتي على الاوتوماتيك زي ما انا كده براجع على كل الاعدادات كده. تمام. يلا نضغط ابلاي ونجرب الخدمه. هنشوف كده البنج بتاعنا. كده البنج ابتدى يشتغل اهو. نجرب بقى الخدمه. وادي الخدمه بتاعتنا شغاله. يبقى كده كل اللي احنا عملناه ان احنا دخلنا على الفي دي اس ال، خلينا التريبل بي او اي. تمام. هيظهر عندك الخانتين بتوع اليوزر نيم والباسورد، هتكتبهم. اعدادات مفيش اسهل من كده، اعدادات سهله جدا جدا جدا. تمام. بالنسبه للويزارد، الويزارد هو كل اللي احنا عملناه فيه ان احنا عملنا باسورد الواي فاي. تعالوا برضو نتاكد من باسورد الواي فاي. ندخل في الوايرلس
نتأكد بس من اللي احنا عملناه تمام ولا لا. تمام، ده اسم الشبكة مستر تك وزيكسل زي ما احنا عملناها. وهنا طبعا الباسورد لو ضغطت على العين ديت كده هيظهر لك الباسورد اللي انت كاتبه. قلت لك طبعا ان هو سترونج قوي كده. اعداداتك كاملة وكده اقول لك الف مبروك، السوفت بتاعنا نجح 100%. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. متنسوش الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك، محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.